الولد بياخد 200 جنيه ووجبتين وبياخد شريط برشام ترامادول. انا مسكت الدكتور مصطفى قلت له تعالى نروح التحرير. المتظاهرين الموجودين في التحرير دلوقتي هم نفس المتظاهرين بتوع 25 يناير. قال لي ما نعرفش ولا واحد فيهم. سلة بلطجية موجودة الآن يا ريس بتحاول تدمر البلد. اللي عاوز يتظاهر ليه يروح لوزارة الداخلية. عندنا ناس في قرية من القرى بيطلبوا أهليهم كل واحد ياخد 200 جنيه يومي. مين اللي بيدي ال 200 جنيه يا ريس؟ ال 200 جنيه اللي بياخدها كل يوم مين اللي بديها له؟ مين اللي بيوجه له وجبتين يوميا يا ريس؟ المفروض ان احنا نقف مع الداخلية مش نقف ضد الداخلية. احنا بنحاول نحاكم وزير الداخلية عشان شوية بلطجية ما لهمش انتماء للبلد ولا لأي وطن ولا لأي دين. يا ريس لازم نفهم ان في مؤامرة على البلد. لازم نفهم ان احنا كلنا بنضيع. البلد كلها بتضيع يا ريس. وانا عندي الادلة موجودة يا ريس دلوقتي. شكرا.